كومبو الكيبورد والماوس اللي قدامك ده ب 40,000 جنيه. تعال اقول لك ليه الحاجات الرهيبه دي من ريزر. وتعال نبدا بالكيبورد. ده هو البلاك ويدو V4 برو، وده يعتبر فلاج شيب الكيبوردات عندهم، بدايه من الخامات المعدن الممتازه واضاءات الRGB اللي بتتحكم فيهم من السوفت وير بتاعه، والقطعه المريحه جدا اللي بتسند عليها ايدك دي، واللي بتشبك بمغناطيس في الكيبورد، وساعتها الاضاءه بتكمل حوالين الاثنين سوا. وعندك ازرار تحكم اضافيه واللي بتخصصهم لاي حاجه انت عايزها، مع البكرات اللي موجوده هنا كمان لحد احساس وصوت الزراير الخطير. اسمع كده. اما ده بقى فهو البازيلسك V3 برو 35K، وده ماوس خيالي خاصة للجيمرز، واصلا دقة 35,000 DPI دي خيال علمي. برضو في اضاءات RGB شكلها خطير، وازرار اضافية للتحكم، والبكرة دي ممكن تفضل تلف على طول كده، او بالزرار ده تبقى بتقطع بالشكل ده. مسكته مريحة جدا، وبما انه وايرلس فهتحتاج تشحنه كل فترة، بس هتروح تشحنه عادي كده بكابل زي الماوسات العادية؟ لا طبعا، هتثبته على الريزر دوك ده على مكتبك بالمغناطيس اللي فيه، وهيشحن بشكل لاسلكي. واكيد في الحالة دي مش هتستخدمه على ماوس باد عادية، فدي الفاير فلاي V2 برو، ودي اكتر حاجة سلسة ممكن تمشي عليها الماوس، طبعا غير الاضاءات الرهيبة اللي بتملى مساحتها كلها. واخيرا كل الكلام ده بقى محطوط على ماوس باد كبيرة، وهي الجولايثس اكستندد كروما باد، اللي برضو فيها اضاءة من حواليها كده، وتقدر تسنك الاضاءات دي كلها مع بعض. وبصراحة مجموعة خيالية جدا من ريزر. ايه رأيك؟